النهارده بقى اخر الاسبوع وزهقانين من الطبيخ بقى، فقلنا ناكل كشري. سلقت العدس كده وجهزت هنا حله بشرت فيها بصلتين، وهنا المكرونه والرز، وجهزت حله تانية بشرت فيها فصين توم، وهنا حطيت البصل على النار بشويه زيت علشان اعمل التقليه بتاعتي. هفضل اشوح فيها بقى لحد طبعا مقطعه البصل شرايح رفيعه خالص، وهنا التوم بشرت فصين توم وشوحتهم بشويه زيت برضو. هنا الصلصه بتاعتي نص كيلو طماطم حطيت عليهم ملح وفلفل وكمون. افضل اشوح بقى في البصل لحد ما يبقى كريسبي. وهنا التومه بحب اعمل كل حاجه على عينه، العين التالتة حاطه عليها الميه عشان انا لما بعمل اي رز لازم ابقى عامله الميه مغليه، عامله براد ميه مغليه كده عشان الاكل يبقى مفلفل معايا. وهنا الحله ديت حاطه فيها شويه زيت وملح علشان اسلق فيها المكرونه. الكشري كل حاجه على عين بيخلص على طول، ولا بياخد غلبه ولا بياخد وقت ولا اي حاجه. هنا خلاص التومه اصفرت كده، هنزل بقى بشويه خل، وبعد كده هنزل بالطماطم وحط عليها الملح والفلفل والكمون. كده يبقى خلصت التسبيكه بتاعتي. بالشكل ده كده نزلت بقى بالتسبيكه واوطي عليها واسيبها تتسبك براحتها. هنا البصله او التقليه بتاعتي بدات ان هي خلاص كده تجهز، واصلها سنه بسيطه قوي. البصل الابيض القليل ده يحمر واقوم قافله عليها. هقوم مصفياها على منديل او من غير ما تصفى على منديل، هي بتبقى كريسبي. طلعت بقى كده البصله حطيتها كده في طبق، وفي نفس الزيت بالشكل ده، وفي نفس الزيت حطيت بقى نص كيس الشعريه عشان احنا بنحب الشعريه كتير. طبعا لما تكتري الشعريه تزودي ميه زياده يعني عن المعتاد، لان هي بتحتاج ميه، بتشرب ميه. هقعد اشوح فيها بقى، وبعد ما احمرت كده هنزل بالرز كنت غسلاه، وهحط ملح وكمون. بحب اوي اكتر الكمون في الكشري عشان ما يتعبش القولون. وهنزل بالميه بتاعتي، الملح والكمون اهو. هنزل بالميه المغليه بقى عشان الكشري يبقى مفلفل. وهسيبه لحد ما يشرب الميه بتاعته، وهقوم حاطه عليه العدس سلقاه طبعا وموطيه عليه بقى كده. انا موطيه على التسبيكه وموطيه على الكشري، ربع ساعه تلت ساعه وهيكونوا استووا. وهنا المكرونه اتسلقت، وكلنا احلى كشري، احلى من كشري المحلات وانضف. جبنا كيس شيبسي بقى، والليمون بقى طبعا ضروري على الكشري.